هو ليه احنا مش مبسوطين رغم اللي عندنا كل حاجة؟ جدك الله يرحمه كان زمان بياكل عيش وجبنة والكلام من ده، وكان راضي وكان حياته مبسوطة، ويعني مش عايز اقول لك اخر حلاوة. انت دلوقتي بتاكل سوشي ومندي ومدفون ومش مبسوط، لسه حاسس ان في حاجة ناقصاه. لان المخ البشري مش مبرمج يحس بالسعادة من الامتلاك، اللي انت حاجة تكون في ايدك. لا، هو مبرمج يحس بيها بالمقارنة. واحنا دلوقتي عايشين في زمن المقارنات. بنقارن أنفسنا، بنقارن الناس، بنقارن بالناس اللي على السوشيال ميديا. يعني مثلا واحد عايش حياة جميلة ولذيذة وبيصور بيها حالته وبيصور نفسه. انت لما بتيجي تبص عليه بتيجي تقول طب انا ليه ما بقاش زيه؟ طب انا ليه ما بقاش زيه؟ طب انا ليه يا ربنا ان هو مبسوط وانا مش مبسوط؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. السوشيال ميديا دي معمولة عشان تجيب الظاهر الخارجي، انما اللي جوه البني ادمين ما تعرفش اي حاجة عنها. كله سواد، كله ظلام. انت بتقارن نفسك بأسوأ لحظة في حياتك، والنتيجة عندك كل حاجة، وحاسس ان انت لسه محتاج كل حاجة كمان. الحل مش انك تشتري اكتر، الحل انك تبطل تقارن نفسك. بطل تقارن نفسك.